في انخفاض غير مسبوق لسعرها منذ شهور. سجل سعر الطماطم بسوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه بإنزكان منذ أمس الأربعاء تراجعا إلى مستويات قياسية، حيث يتراوح ثمنها بين درهم وثلاث سنتيمان وثلاثة دراهم، أي من 40 إلى 90 درهما للصندوق. وفق مصادر من داخل السوق المذكور، فإنه من المنتظر أن يشهد سعر الطماطم انهيارات في قادم الأيام، حيث عزت ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، إلى جانب خفض الحصة اليومية من صادرات الطماطم. وبخصوص باقي الخضر التي شهدت أسعارها ارتفاعا قويا خلال الآونة الأخيرة، أورد مصدر من التجار بسوق زكان ضمن إفادة خاصة بأخبار مابريس أن سعر البطاطس لا يزال لم يشهد تراجعا كبيرا، حيث يتراوح ثمن الصندوق بالجملة بين 300 درهم و 320 درهم، أي ما يعادل 8.30 درهم و9 دراهم للكيلوغرام الواحد بالجملة. أما البصل فبلغ ثمنه بالجملة اليوم الخميس بسوق الجملة لإنزكان وفقا للمصدر ذاته 12 درهم بالنسبة لنوع الكركوب لمنطقة فاس ومكناس، ويتراوح ثمن نوع الحريف لمنطقة شتوكا عتباها وترودانت بين درهمين وثلاثة دراهم، فيما لا يزال ثمن الفلفل الأخضر مرتفعا ومستقرا في مستويات قياسية، والتي تتراوح حوالي 15 درهم للكيلوغرام الواحد بالجملة إلى حدود اليوم.